انا كل اللي صورت معاهم تقريبا كلهم بالنسبه لهم بابا دوت حاجه كده على الشمال غير ماما خالص. ليه يا جماعه؟ ليه ما نحب ابهاتنا كده؟ ابهاتنا دي صرفت علينا وحبتنا وحنيت علينا، وهي اللي اشتغلت وهي اللي تعبت وهي اللي صرفت وهي اللي شقيت وهي اللي شابت علينا. ليه كده؟ ليه القساوه دي؟ يلا يا ياسمين يا بنتي، يلا ياسمين، خلي بالك انا لازم بس اوصل رساله، لازم نكون حنينين، فاهمين؟ يلا يا بنتي. يا حبيبي كبرت يا حبيبي ورحت المدرسة ونفسك أبوك يجي وياك. مين حبيب بابا؟ يزيد. مين روح بابا؟ يزيد. مين عقل بابا؟ يزيد. والله ما أنا رايح وياك. جبت لبابا هدية في عيد الأب؟ مفيش عيد أب في عيد. إيه بقى؟ العنصرية. لا يعني إحنا بنجيب الاثنين لو الاثنين موجودين يعني. لا ما تهزرش، هو عيد الأم لعيد الأم، عيد الأب لا في عيد الأم بنجيب الاثنين، أنا شخصيا بعمل كده. لا هو الكل كان عارف عيد الام ماشي تمام، لكن عيد الاب امتى ما حدش كان يعرف. مين قال لك الكلام ده؟ الكل. مين الكل؟ ما اتعلنتش رسمي في التلفزيون ولا في الاعلانات ولا في اي حاجه ان في حاجه اسمها عيد الاب. لا ما جبتش. ايه؟ في حاجه اسمها عيد اب اصلا؟ وليه ما يبقاش في عيد الاب؟ هو في عيد ام بس اكيد جبت لماما يعني. ما دي مش تفرقه يعني؟ وابوك هيحز في نفسه كده؟ تفرقه يعني، هو وماما طبعا اكيد واحد، بس عادي. حتى انا لما بتكلم فجبت هديه لماما وكده، كنت قاعده بتكلم معاه فبيقول لي طب مفيش عيد اب، فبقول له طب انت عاوز ايه وانا اجيب لك؟ راح قال لي لا مش عايز حاجه، انا بهزر. مفيش الكلام ده. ليه؟ مفيش عيد اب. ليه بتقول ان مفيش عيد اب؟ مستكتر على ابوك عيد؟ ما انا قلت لك انا بابا. بس يا بابا والله انت لو عاوزه تحتفلي بعيد الاب عادي ممكن، مفيش مشكله. الاب ممكن يكون مش مهتم اكتر بالام، مهتم اكتر يعني. فيعني عشان هي نظام مصالح، الام بتهتم فاحنا نهتم، الاب ما بيهتمش فمالناش دعوه بيه. لا هو برضه الاب بيهتم بس احنا مش متعودين يعني. ماما انت قلتي ايه لبابا في عيد الاب يا حبيبتي؟ ممكن بليز. ما قالتش حاجه؟ ما اعرفش، ما ردتش عليا بامانه يا ماما. اجيب هديه ازاي وانا صاحي من النوم كده؟ لسه صاحي من النوم؟ لسه صاحي من النوم. على الفطار على طول؟ على الفطار على طول. طب فين الصيام؟ طب اعمل ايه؟ انا ماشي بتاع 7 كيلو النهارده. ليه؟ اجيب هديه ازاي قولي لي؟ يعني مش انترستد ان انا اجيب. ايه؟ مش انترستد ان انا اجيب. ده بابا. ماشي بابا، بس يعني هو ما جابليش هديه في عيد ميلادي مثلا، قشطه يعني. شغل المصالح يعني، ما جبتليش وانا مش هجيب لك، مخاصمك. مش بخصمك بس قشطه يعني بزنس. مع الاب ده حاجه مهمه، زي ما بنحتفلش بالاب ده، الاب ده السند والظهر كل حاجه حلوه، الاب ده الحنيه. الاب ليه متاكل حقه وحقه يا ناس مهضوم، مين اللي ماضي شكاك على نفسه وكان بيلد الكون. الاب ليه متاكل حقه وحقه يا ناس مهضوم، مين اللي ماضي شكاك على نفسه وكان بيلد الكون. انا اسف ان انا قلت لكش عيد ام، ده عيد اب بس. معلش. انت بتقول انا اسف، هو هيقبل اعتذارك؟ خلاص مسامحه؟ ان شاء الله. هتجيب له ايه بقى؟ ساعه ان شاء الله. خلاص ما تزعليش في نفسك، انا هجيب له. هتجيبي له ايه؟ هجيب له ساعه. ساعه؟ ساعه بعقارب ولا ساعه كده اللي هي بعقارب يعني؟ ايوه امال ساعه لعبه. انا كبابا هدلع نفسي. ازاي بقى؟ يعني هدلع نفسي بقى، اروح اكل اكله حلوه، اشتري حاجه عايزها كده. يعني الله يرحمه بقى بجيب له هديه. الله يرحمه. لا اقول له كل سنه وانت طيب بس كده ارديح؟ كفايه كده. مش هيبقى في اي كده حاجه كده زياده تكرمش له 20 جنيه ولا حاجه تحت السرير؟ كرمش له مع 50 يا عم، انا عارفه انت كريم. ان شاء الله. هتعمل ايه معاه بقى؟ ما نشوف لما قاعدين عرفت ان في عيد ميلاد ابقى اروح اقول له هو في عيد ميلاد امبارح ولا يا ايه؟ جماعه الكلام اللي انا بقوله دوت مش من فراغ، لو كان من فراغ ما كانوش قالوها في النشيد في المدرسه، النشيد ابي يا ابي، ابي ابي يا ذا الكرم يا واهبا كل النعم، هذا ابي نعم الاب وامنا كم تتعبوا، باركهما دوما لنا واحفظهما دوما لنا. صح يا عيال ولا لا؟ انا حافظه. الاب ده مدرسه، الاب ده ايه؟ الاب ده ايه يا ياسمين؟